السلام عليكم. موعدنا الحلقه دي ان شاء الله مع فلاش نيكون اس بي 5000. عايز اقول لك ان الفلاش ده اعلى فلاش في نيكون من سلسله الفلاشات نيكون اس بي، ده اعلى فلاش فيهم. عايز اقول لك ان الفلاش ده حرفيا انا بسميه وحش الفلاشات. الفلاش ده انا قبل ما اطلع واعمل الحلقه دي دخلت على اليوتيوب علشان اشوف كم واحد بالظبط عاملين حلقه عن الفلاش ده، لقيت اتنين بس شارحين الفلاش ده، ومش شارحينه شرح مفصل، ده شرح على سريع كده. فقررت ان انا اعمل حلقه اشرح فيها فلاش اس بي 5000 شرح مفصل، واقول عيوبه ومميزاته ونشرح اضرر وكل حاجه عن الفلاش. الفلاش ده يا جماعه اسمه اس بي 5000. لو انت اول مره تشوفه اسمع الحلقه دي للاخر عشان تستفاد بالحلقه، وعلشان تعرف ليه انا بقول عليه وحش الفلاشات. وعايز اقول لك ان الفلاش ده حرفيا من اعلى الفلاشات اللي ممكن تشيلها لو انت معاك كاميرا نيكون. اسمع الفيديو علشان تعرف بالظبط ليه هو من اعلى الفلاشات. هنشرح في الحلقه دي كل حاجه عن الفلاش، عيوب ومميزات وكل حاجه عن الفلاش. تابع الفيديو ده للاخر علشان ان شاء الله تستفاد. يلا تابع الفيديو. طيب ونرجع مع بعض لفلاش اس بي 5000. بس عايزين قبل ما نبدا الحلقه عايزين نصلي على النبي، وعايزين ندعي لاخواتنا في غزه، ما زالت المحنه مستمره. وده يا جماعه اعلى فلاش سبيد لايت من نيكون، اعلى فلاش نيكون. طبعا كان في قبل كده فلاشات من نيكون، كان في ال 900 وكان في ال 910، لكن ال 900 وال 910 كان فيهم بعض مشاكل. وطبعا عملوا الفلاش ده احدث اصدار اللي هو اس بي 9000، ودي فيه كل المميزات او كل الاوبشن اللي قدرت توصل له نيكون. خلينا على طول نركب البطاريات ونبدا على طول الشرح للفلاش ونقول بسم الله. ده كده المكان اللي بتحط فيه البطاريات. وطبعا الفلاش ده ما زالت نيكون محتفظه ان هو يشتغل عندهم ببطاريات او بالحجاره، ما عملوش لسه فلاشات ان هي تشتغل ببطاريه تركب فيها، لكن هم عاملين اوبشن ان هو طبعا يكون بيشتغل ببطاريات زي كده. طبعا نيكون محتفظه بده ليه بالظبط احنا مش عارفين، بس دي يمكن حاجه مثلا نيكون معتزه بيها او نيكون مثلا مش عايزه تغيرها. بس خلينا على طول نركب البطاريات ونشوف الفلاش. والفلاش ده يا جماعه حرفيا عايز اقول لك يعني من احدث الفلاشات اللي ممكن هتشيلها في حياتك. ده كده الزرار اللي هو بيفتح الفلاش وبيقفله، تمام كده الفلاش المفروض انه فتح اهو، تمام. طبعا عايزين على طول نخش في شرح الفلاش عشان الشرح ما يطولش مننا. ده اول حاجه الازرار اللي في الفلاش ده، في ازرار كتير قوي زي ما انتم شايفين كده. فالازرار دي كلها لازمتها ايه ولا كلها بتعمل ايه؟ خلونا على طول نقول ان الفلاش ده اول حاجه الزرار ده اهو، هتلاقي كل زرار مكتوب عليه، تمام. ده بتاع اللي بينور الفلاش اعتقد ده بس الفلاش ده يعني في شويه مميزات بقى هنقول ايه هي. خلينا على طول نقول لكم ان الفلاش دون فيه اضافه اللي هو بيصور النور بتاعه بيجيب ل 55 متر حرفيا. لو هو على الوضع المانوال بيجيب 55 متر، تمام. 55 متر الاضاءه بتاعته بتوصل ل 55 متر لو انت بتشتغل على الوضع المانوال، والايزو بتاع الكاميرا عالميه، تمام. فده كده اول حاجه للفلاش، تمام. طبعا في ازرار كتير مش عارفين الازرار دي بتاعت ايه. دي الازرار، الزرار ده اللي بيقفل الفلاش وبيفتحه، تمام اهو. ده كده لو عملنا كده تلاقي ان الزرار ده كده قفل، وده كده الزرار الفلاش بيتفتح، والاون دي بتاعت حاجات تانية، تمام. ده الزرار ده بتاع الزوم طبعا، واللي قصاده الناحيه التانية بتاع المود. والزرار الكبير ده اللي بايد الشاشه او بتاع المنيو بتاع الفلاش، تمام. الفلاش ده طب فيه ايه تاني؟ الفلاش ده بيشتغل من 1/1، يعني اي فلاش في الدنيا بيشتغل من 1/128. دي اعلى حاجه او اوطى حاجه. طبعا الفلاش ده فيه اوبشن اللي هو بيشتغل من 1/156. 1/156 يعني ما فيش فلاش قبل كده اصلا او بعد كده اصلا يكون بيشتغل على 1/256. اي فلاش بعد كده او قبل كده بيكون بيشتغل على 1/128. الفلاش ده حرفيا مش تقيل، خفيف قوي، يعني مع كل السبيد لايت اللي فيه او كل الاوبشن اللي فيه بيشتغل على يعني الفلاش نفسه خفيف جدا جدا، لدرجه ان انت لو شاله في ايدك مش هيكمل 250 جرام، تمام. كمان في ميزه اوبشن حلو تاني جدا، ان الفلاش ده يا جماعه الفلاش ده يكون عاملاه في مروحه تبريد. كان طبعا الفلاش بتاع ال 900 وال 910 كان في بعض تعديلات ان الفلاش بيسخن بسرعه،
الفلاش مع الشغل بيسخن، يعني لو اشتغلت بيه نص ساعه متواصل تلاقي الفلاش سخن معاك جدا وتضطر ان انت تفصل شغل او تبطل شغل على ما الفلاش يبرد شويه. لكن الفلاش ده فيه عاملين فيه مروحه، المروحه بتاعته بتفضل شغاله بتبرد الفلاش، يديك فتره اطول في الشغل. يعني انت لما كنت في الاول تستنى نص ساعه، فالفلاش هيديك اكتر من نص ساعه بكتير. ده طبعا الزرار بتاع التيست، تمام. والاظرف الثانيه طبعا في حاجات ثانيه كتير جدا، بس خلينا نقول الاول المميزات بتاعه الفلاش، تمام. الفلاش ده بيشتغل مانوال واوتوماتيك، يعني لو انت معاك مثلا كذا فلاش زي الفلاش ده تقدر توصلهم على بعض، وتقدر الثلاث فلاشات او الاربع فلاشات يشتغلوا مع بعض عن طريق ان انت بتثبتهم على كاميرا واحده وتوصل الفلاشات ببعض، تمام. دي حاجه اوبشن كبير حلو جدا في الفلاش ده. الفلاش ده المنيو بتاعه سهل جدا مش صعب. كانت في ناس دايما كتير جدا في ال 900 و 910 بيشتكوا ان المنيو بتاع الفلاش صعب شويه او مش عارفين يتعاملوا معاه، لكن الفلاش ده المنيو بتاعه سهل جدا. طبعا بصوا هو زرار واحد اهو المنيو بيدخلك على كل حاجه زي ما انتم شايفين كده اهو، تمام. في المنيو هو زرار واحد وبيدخلك على كل حاجه، فالمنيو بتاعه سهل جدا جدا جدا. طبعا جميع الكاميرات زي ما احنا عارفين في الضلمه ما بتعرفش تفوكس او ما بتعرفش تاخد الفوكس بتاعها كويس، تمام. لكن مع الفلاش ده هتقدر تاخد الفوكس بتاعك بسهوله، لان الفلاش فيه اوبشن زي ما انتم شايفين كده. بصوا الفلاش فيه اوبشن انت بتاخد فيه زرار بتضغط عليه كده بيعمل معاك النور قدامك اضاءه جامده، بيخلي كل نقطه فوكس تاخد مكانها بالظبط. زي ما انت شايف كده الفلاش الاضاءه بتاعته ما شاء الله، فضلنا شغال كده على طول ورا بعضه هتلاقي ان الفلاش شغال على طول ما بيقفش معاك، لان مروحه التبريد بتخليه دايما شغال كويس. طبعا الزرار ده زي ما انتم شايفين كده بصوا ده بيشتغل كده حوالي 4 أو 5 ثواني، ان هو بيدي اضاءه جامده قدامك قبل انت ما تصور بالكاميرا، بحيث ان كل نقطه فوكس في الكاميرا تاخد موضوعها بالظبط. طبعا مع اي فلاش تاني برضه لو انت في الضلمه مش هتقدر تفوكس كويس، وحتى لو فوكست كويس او خدت الفوكس بتاعك كويس مش هتطلع الصوره معدوله. لكن مع الفلاش ده ما شاء الله تقدر كل نقطه فوكس هتاخد موضوعها بالظبط. دي حاجه كمان جدا تتميز بيها نيكون في الفلاش ده. كمان حاجه تانيه عايز اقول عليها ان الفلاش نفسه فيه القفل زي الفلاشات الحديثه، تمام. ان القفل بتاعه زي ما انتم شايفين كده مش محتاج مثلا مش بقره او حاجه، مش ان هو مثلا حاجه مش كويسه، لا، لكن عملوا لك قفل كويس جدا 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 زي ما انتم شايفين كده، ان هو القفل بيتقفل كده، بيتقفل على اللوك بتاعه، بيتقفل على الكاميرا زي ما انتم شايفين كده، بينزل دبوس من هنا زي ما انتم شايفين اهو، في دبوس بينزل من هنا بيخش في نص الكاميرا فما بيتحركش الفلاش من مكانه، ودي حاجه جدا كبيره من نيكون. طبعا عايز اسمعكم طبعا صوت المروحه وهي شغاله اهي. معرفش انتوا سامعينها ولا ايه، بس صوت المروحه بتاعته باينه جدا جدا جدا. كمان في لمبه استشعار من قدام زي ما انت شايف كده دايما شغاله، ودي اللمبه الثانيه اللي بيخليك تعمل تفوكس او الفوكس على الحاجه اللي انت بتصورها، ايا كانت الحاجه اللي انت بتصورها مثلا منتج او شخص. فده حاجه كويسه جدا من نيكون، والفلاش خفيف جدا هتقدر انت تستخدمه في بعض حاجات. في كمان توصيلات من هنا للفلاش زي ما انت شايف كده، دي توصيلات لبعض الكاميرات العاليه زي كاميرا 810 مثلا و850 وزي الكاميرات العاليه. وطبعا من قدام من هنا برضو في مكان برضو اللي بتركب فيه الكاميرات العاليه والفلاش ديسك والحاجات دي كلها، تمام اهو. فالفلاش حرفيا ما فيش حاجه فيه مش كويسه، والفلاش عندنا كسر زيرو، اللي عايزه يسال على سعره وصدقوني مش هتندموا. ودي كده كانت شويه معلومات عن فلاش نيكون اس بي 5000 حبيت اقولها مع بعض او نشاركها مع بعض، لان انا ما شفتش حد قبل كده بيشرح الفلاش ده، فقلت اطلع واشرحه. انا دايما بشتغل بيه ما شاء الله عليه، الفلاش ده كويس جدا جدا جدا. عايز ان اقول لك ان ده وحش الفلاشات، لو عندك فلاش زي ده مش هتحتاج اي فلاش تاني تشتغل بيه على كاميرا نيكون غير الفلاش اس بي 5000. وبكده نكون وصلت لنهايه الحلقه، ودي شويه معلومات خفيفه كده عن فلاش اس بي 5000. لو اول مره تعرف المعلومات دي سيب سبسكرايب للقناه وسيب تعليق بالفيديو واعجاب كويس كده عشان خاطر نقدر نكمل في المحتوى بتاعنا. ولو اول مره تشوفنا اعمل سبسكرايب للقناه ودعوه كويسه من عندك كده لينا عشان نقدر نكمل في المحتوى. ونزلت معايا لحد هنا سيب صلي على النبي وقول لنا الفلاش اللي انت بتشتغل بيه ايه، اس بي 5000 ولا فلاش غير كده، وايه رايك في الفلاش وايه رايك في المعلومات اللي انا قدمتها عن الفلاش. وصلت معايا لحد هنا صلي على النبي.